على السوشيال ميديا بنلاقي صراعات كتير بين الدول واكتشافاتها، وكل شعب بينسب الحضارة وتحديدا بناء الأهرام لنفسه. ده حتى كتير من الناس بتعتقد إن اللي بنى الأهرام الإسرائيليين أو حتى الفضائيين، والحقيقة الواضحة إن اللي بنى الأهرامات هم أجدادنا قدماء المصريين ومش أي حد تاني غيرهم، وإن معنى كلمة حضارة أكبر بكتير من اللي إحنا عارفينه، وإن أي حضارة سابقة تطورها أكبر بكتير من أي تطور بنعيشه حاليا، وإننا علمنا العالم كله التحضر الحقيقي، واللي عنده قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هو بس اللي هيقدر يفهم أو يشوف ده. وكل المحاولات اللي حاول الماسونيين الحقها ولازقها بتاريخنا كلها أكاذيب. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة فك المساس ومصر الحقيقية. معاكم محمد مصطفى وده برنامج أجندة. اللي اطلع على سيرة أمحوتب اللي هو سيدنا إدريس عليه السلام، واللي كتبوا علماء المصريات عنه، هيلاقي إنه كان بيعرف مجالات وعلوم كتيرة، وده العلم اللدني اللي وهبه ربنا لسيدنا إدريس، وتحديدا في الطب وعلاج الناس في المعابد. والمعابد زمان هي المستشفيات حاليا، وحتى الطبيب حاليا هو الحكيم زمان، ولحد دلوقتي نقابة الأطباء العامة في مصر اسمها دار الحكمة، وكل ده نسبة للحكيم الأول سيدنا إدريس عليه السلام. وعندنا مومياوات كتير اكتشفوا إنها معمول لها عمليات تقويم للأسنان، واللي ما سمعناش عنها إلا من زمن قريب. وعندنا عمليات جراحية دقيقة وصلت لتربنة في المخ، وحتى تقنية النانو تكنولوجي واللي موجودة في قناع الملك توت عنخ آمون الذهبي الملون بالأزرق والأسود، ودي تقنية استخدمها أجدادنا قبل الزمن بزمن. وكل اللي بيدعيه الغرب من علوم دي علومنا المسروقة. أما عن الأهرامات فعليك إنك تعرف إنه بسم الله الرحمن الرحيم كده تم تسوية 6000 هكتار من التربة لرصف الأرضية بس لوحديها اللي اتبنى عليها الهرم الأكبر. وعشان تتخيل بس حجم الرقم ده فهوضح لك حاجة صغيرة كده، إن الفرنسيين قعدوا 12 سنة عشان يردموا حفرة بتساوي حجم الهرم، يعني عبارة عن عربية نقل للمرة حمولتها بتتحمل كل 3 دقايق على مدار اليوم في 12 سنة بقى وعليك خير. وهنا أنا بفكرك إن ده ردم مش بناء، وإنه بعد 12000 سنة، وده بالمناسبة عمر الأهرامات الحقيقي بالكربون المشع زي ما هنعرف الحسبة في آخر الحلقة. فالهرم الأكبر واللي وزنه تقريبا 5.5 مليون طن غاصت أرضيته بحوالي نص بوصة في التربة. وهنا حد يقول لي إيه الإعجاز في كده؟ أنا هقولك طبقا لأحدث نظريات الهندسة المعمارية، فالعلماء شايفين إن أي ناطحة سحاب لها نفس الارتفاع والوزن تقريبا، عشان تغوص في التربة بس هتحتاج 5 بوصات علشان تحافظ على ثباتها على مدار 200 سنة بس. ده لو فضلت وكملت يعني كل ده. أزيدك من الشعر بيت إن الممرات جوه الهرم فيها رسم بياني بيترجم كل أحداث العالم من أول بدايته وحتى قيام الساعة. واللي شاف الهرم من جوه وتحديدا حجرة دفن الملك زي ما مسمينها، وده مسمى واعتقاد غلط، هيلقى إن درجة الحرارة فيها 22 درجة مئوية ثابتة مش بتتغير طول السنة، وعبارة عن 130 حجر من الجرانيت، وزن الحجر الواحد من 12 ل 70 طن. وطبعا ده كله بيدحض جملة وتفصيلا فكرة ونظرية إن الأهرامات اتبنت من قوالب الطين اللي أوقدوا نار تحتيها لحد ما جفت، كما قوله تعالى على لسان فرعون: فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وده لأن فرعون فكره وثني بدوي، افتكر ان دي طريقة بناء الأهرام، فقرر يبني لنفسه الصرح بالشكل ده. والسؤال هنا، طب اشمعنى استخدموا الأحجار الجرانيتية؟ التابوت الحجري جوه غرفة الملك قطعة واحدة من الجرانيت بأبعاد 2 متر و28 سنتي في متر و5 سنتي في 99 سنتي، بمعنى ان أبعاد التابوت أكبر من أبعاد الممر جوه الهرم. وده معنى ان التابوت اتحط وقت بناء الهرم مش بعده، وده كمان معنى انه مش تابوت أصلا لدفن الملك، وان الهرم أصلا مش مقبرة للملك زي ما العالم كله معتقد كده. والأحجار الجرانيت دي لا هي مربعة ولا مستطيلة، غير انها مصقولة بتقنية الليزر باشكالها المختلفة والمتداخلة مع بعضها زي قطع البازل بتكمل بعضها، وان كل حجر منهم ليه مكان واحد بس. وده معناه ان الحجر مقطوع ومحسوب مكانه بدقة عالية قبل ما يبنوا الهرم اصلا. وغرفة الملكة اتبنت بطريقة تفريغ الهواء بين الصخور اللي هو الكبس حاليا، ودي طريقة موجودة دلوقتي في اجهزة الالكترونيات وغيرها. والهرم كان متغطي بكسوة جيرية وقعت في زلزال مصر سنة 1301 ميلاديا، والصخور الجيرية دي اتبنت بيها مباني القاهرة القديمة وموجودة لحد دلوقتي. وغير غرفة الملكة فبيتوقع وجود غرف كتير سرية محدش وصل لها لسه، وليها وقتها اللي هتنكشف فيه اكيد. ده غير ان جوه الهرم طاقة عالية ورهيبة لدرجة انك لو حطيت موز بارد يرجع حاد، ولو حطيت اي بذور هتنمو اسرع من نموها العادي. وهنا نركز شوية، ارتفاع الهرم 149.4 متر، والمسافة بين الارض والشمس 149.4 مليون كيلومتر. الهرم ليه فتحتين، واحدة في الوجه الشرقي وبتشير للنجم القطبي زي ما بيشير ليه وجه ابو الهول، والفتحة التانية للدهلية
الدهليز الداخلي، وبتشير لنجم الشعر اليمنية. والنسب بين الأهرامات الثلاثة بتساوي النسبة بين نجوم مجموعة الجبار أوريون النجمية، وكل هرم بيشير لواحد من النجوم دي بدقة. وكمان بتقع الأهرامات غرب نهر النيل وعلى مسافة منه، وهي نفسها نسبة المسافة بين مجموعة أوريون ونهر المجرة، واللي حسبتها في الغرب كمان. كل وجه من الهرم بيشير لأحد الاتجاهات المغناطيسية مش الجغرافية للأرض، والفرق 4 درجات كاملة. المحور الشمالي الجنوبي للأهرام بيتوازن مع محور الأرض الشمالي الجنوبي بانحراف 3 من 60 درجة، والتوازن ده أدق بكتير من خط جرينتش في لندن واللي نسبة انحرافه 9 من 60 درجة. زاوية ميل جوانب الهرم الأربعة متساوية، واللي بتساوي 51 و84 من 100 درجة. الهرم الأكبر مبني بالظبط على خط طول 30 وخط عرض 30 بانحراف دقيقة و51 ثانية، ودي نفس نسبة انحراف الضوء بعد دخوله المجال الجوي، وبيتوسط قارات العالم الخمسة. الهرم فضل يتحرك كل يوم بمقدار درجة شمسية واحدة، واللي من خلاله بيتم حساب السنة الشمسية الميلادية بدقة. وحدة القياس داخل الهرم هي البوصة الهرمية، وبتتساوى مع البوصة الإنجليزية، وده ممكن يدل إن مقياسها اتسرق من علوم الحضارة المصرية. ارتفاع كل جزء رئيسي داخل الهرم بيساوي نسبة صحيحة من ارتفاع الهرم نفسه. نسبة وزن أحجار الهرم إلى كتلتها بتساوي نسبة وزن الأرض لكتلتها. محيط الهرم على ارتفاعه بيساوي محيط حجرة الدفن على ارتفاعها. الرقم الذهبي فاي 1.618 من 1000 لمتتالية ليوناردو فيبوناتشي، واللي اكتشفه عام 1202، متحقق في الهرم بدقة. وده أصله كمان علوم أجدادنا، لأن مساحة جوانب الهرم الأربعة على مساحة القاعدة بتساوي الرقم الذهبي اللي ذكرناه، وكمان الارتفاع العمودي للهرم على نص قطر القاعدة بيساوي الرقم الذهبي. وكل ده عمره ما يحصل إلا باستخدام الخوارزميات، ودي معادلات رياضية دقيقة ومعقدة، واللي صاحبها العالم الجليل محمد بن موسى الخوارزمي، واللي على أساسها بتقوم نظم تشغيل الكمبيوتر الثلاثة، وهي التسلسل والاختيار والتكرار. وده ينقلنا الحقيقة واضحة دلوقتي إن أجدادنا ببساطة استخدموا ابتكارات أشبه بالكمبيوتر في بناء الأهرامات، وتحديدا نظريتين متكاملتين: نظرية صندوق أوزوريس عليه السلام، ونظرية مياه نهر النيل. وده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله. وأخيرا لو عجبتك الحلقة ادعمنا بنشرها وبالاشتراك في القناة وبمتابعة حساباتنا على فيسبوك وتيك توك وانستا. وشكرا على المشاهدة.